عاملين ايه؟ وحشتوني. اخيرا اخدنا الاجازة بدأت والبنات دخلوا عليا بحماس وقالوا لي يا ماما عاوزين نستغل الاجازة بقى، نذاكر اللي فات، نقرا كتب، نتعلم حاجة جديدة. انا ما صدقت وفرحت ووشي نور كأني شفت اعلان عن تخفيضات في السوبر ماركت. عيالي عايزين يستغلوا الاجازة. رحت على طول طبعت جداول ولونت كل خانة بلون، وكتبت بخط كبير اجازتنا مختلفة. ده احنا هنسوي الهوايل في الأجازة دي. أول يوم الكبيرة قعدت تقرا كتاب عن تطوير الذات ومركزة قوي، كأنها بتجهز نفسها تبقى وزيرة. يا رب يا أختي يا رب. التوأم بقى قالوا يلا نلعب لعبة تحدي السرعة، اللي يلم لعبه وينظف الأوضة الأول في أقل من 3 دقايق هيكسب شوكولاتة. أنا ما صدقت برضه، شجعتهم وقلت له لعب وتنظيف، يا ريت كل اللعب يبقى كده. أنا موافقة أجيب الشوكولاتة. بدأ التحدي وكل واحدة دخلت أوضتها زي باتمان في مهمة سرية. وبعد دقيقتين لقيت واحدة لفة نفسها على دماغها الملاية وبتقول أنا لقيت نضفت ولقيت الكنز، والتانية بتزعق أنا كسبت، لقيت فردة الشبشب اللي ضايع من رمضان. يعني بدل ما ننضف اكتشفنا آثار تاريخية في الأوضة. وهي كده عدى أول يوم. اليوم التاني الكبيرة قررت تتعلم برمجة، قعدت على اللابتوب ساعة تكتب سطر واحد print hello world. الحمد لله. وقامت بعدها وقالت لي بكل فخر أنا حاسة خلاص إن أنا بقيت مبرمجة، يسمع منك ربنا، فاضل لي بس اللوجو. وواحدة من التوأم جابت كراسة وقالت أنا هرسم مانجا. بطلة المانجا اسمها كود إن ذا ستورم. أنا مشيت من غير تعليق، خفت أضحك تزعل وتعتزل الفن. اليوم الثالث ابتديناه من أوله وقررنا نطبخ سوا. قلت نبدأ بحاجة بسيطة، كيكة. واحدة منهم كسرت البيض والتانية كانت بتقيس الدقيق وهي بتغني. أحلى كيكة دي ولا إيه؟ والنتيجة الكيكة خرجت من الفرن عاملة نفسها نايمة. قلت لهم اهو اتعلمنا الفرق بين البيكنج باودر والنشا، والضحك في المطبخ مش هيطلع لنا كيكة. بس كانت حلوة واتاكلت. في اليوم الرابع البيت كله نام والجدول اختفت. لقيت الكبيرة نايمة على الكنبة في الصالة، والتوأم عاملين خيمة من الملايات وبيقولوا لي احنا ناويين نقضي معسكر في الصحراء يا ماما. اقضوا يا حبايبي. دخلت عليهم وقلت لهم مش هنكمل خطة الأجازة ولا إيه؟ قالوا لي بمنتهى الثقة إحنا بنرتاح عشان ننجز. قلت بس شكلكم ناويين تنجزوا في 2030. خامس يوم بقى لقينا فيديو بيشرح تجربة علمية قلنا نعملها. بركان خل وبيكنج صودا. بدأت التجربة بكل حماس لحد ما الرغوة طارت والخل اتنطور وأنا اترشيت في وشي. البنات بيصوتوا من الضحك وانا واقفه بقول اهو بقت تجربه علميه بس بريحه السلطه. ومن يومها بطلنا نضغط على نفسنا، اللي نقدر نعمله هنعمله. ما بقيناش نعمل خطط مرسومه بالوان فلوماستر، بس اهم حاجه ان احنا ننجز كل يوم ولو حاجه بسيطه، نرسم، نطبخ، نضحك، نقرا، حتى لو اقل الحاجات، حتى لو ربع ساعه بس. الأجازة بقت حلوة لأننا عشناها فعلا، ما ضغطناش على نفسنا، ما قعدناش ندور على الكمال. وأنا قررت أعمل جدول جديد وسميته كل يوم حاجة تفرحنا مش تتعبنا. قولولي بقى انتوا ناويين تقضوا الأجازة ازاي؟ وكل أجازة وانتم طيبين وبخير.